السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أعزائي الطلاب، طلاب الصف الثالث الثانوي علمي في مدرسة أورينت الافتراضية، نضع بين يديكم درسا جديدا من دروس مادة الرياضيات، ونأمل من الله عز وجل أن تستفيدوا مما سنقدمه لكم في هذا الدرس إن شاء الله. أعزائي الطلاب، قدمنا في الدرس السابق النسب المثلثية بمراعاة الزاوية الحادة الأساسية وإشارة الزاوية في كل ربع من أرباع الدائرة. لكن في هذا الدرس سوف نقدم إن شاء الله النسب المثلثية بطريقة المثلث القائم، وهذه الطريقة تعتمد على النحو التالي. طريقة المثلث القائم لإيجاد النسب المثلثية: أولا نرسم المثلث القائم ونحدد الزاوية المطلوبة على أنها زاوية حادة. نرسم المثلث القائم وبالتالي نوجد النسب المثلثية للزاوية الحادة، أي جيب الزاوية اللي هو المقابل على الوتر، بينما جيب تمام الزاوية يساوي المجاور على الوتر، أو جتا الزاوية يساوي المجاور على الوتر، بينما ظل الزاوية أو ظا الزاوية يساوي المقابل على المجاور. وكذلك نحدد إشارات هذه الزوايا، أو ثم نحدد الإشارات سالبة أو موجبة حسب الأرباع التي تقع فيها هذه الزاوية. فإذا كانت الزاوية في الربع الأول فإن الجاء والجتا والظاء موجبة، بينما إذا كانت هذه الزاوية في الربع الثاني مثلا منفرجة فإن الجاء فقط موجب بينما الجتا والظاء سالبة. إذا كانت الزاوية تقع في الربع الثالث فإن الجاء والجتا سالبة بينما الظاء موجبة. أما إذا كانت تقع هذه الزاوية في الربع الرابع فإن الجتا موجبة بينما الجاء والظاء فهي سالبة. إذا كان جا س يساوي الب، أوجد جتا س وظا الس، أي النسب المثلثية، علما أنه جا س يساوي الب. أولا نرسم المثلث القائم بحيث يكون جا س يساوي المقابل على الوتر، وبالتالي نرسم المثلث القائم ونعين الزاوية الحادة س، تصبح المقابل على الوتر اللي هو ب، أي أن ب على واحد، بالتالي المقابل اللي هو ب والوتر واحد. وحسب فيثاغورس مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين القائمتين، وبالتالي المجاور يساوي تحت الجذر مربع الوتر ناقص مربع طول الضلع القائمة، أي أن طول المجاور يساوي تحت الجذر واحد ناقص بمربع. وبالتالي لإيجاد جتا س، الجتا هي المجاور على الوتر، المجاور على الوتر أي جذر الواحد ناقص بمربع على واحد، جذر الواحد ناقص بمربع على واحد أي يساوي تحت الجذر واحد ناقص بمربع. بينما ظا س اللي هي المقابل على المجاور، ظا س المقابل على المجاور، بالتالي تساوي ب على تحت الجذر واحد ناقص بمربع، أي ظا س يساوي ب على تحت الجذر التربيعي واحد ناقص بمربع، وهو المطلوب. أيضا إذا كانت جتا س تساوي الب فأوجد جا س وظا س. إذا كانت جتا س تساوي الب أوجد جا س وظا س. نرسم المثلث القائم بحيث يكون جتا س يساوي المجاور على الوتر، وبالتالي س المجاور اللي هو ب على الوتر واحد، ب على واحد اللي هو جتا س. حسب أيضا فيثاغورس مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين القائمتين، وبالتالي المقابل تساوي مربع جذر تربيعي تحت الجذر التربيعي واحد مربع ناقص بمربع، أي أن طول المقابل يساوي تحت الجذر التربيعي واحد ناقص بمربع. وبالتالي لإيجاد الجاء والظا نلاحظ أن جا س هي المقابل على الوتر، وبالتالي المقابل اللي هو جذر التربيعي واحد ناقص بمربع على واحد، أي جذر التربيعي واحد ناقص بمربع، ها لجا س. بينما ظا س المقابل على المجاور، المقابل على المجاور أي جذر التربيعي واحد ناقص بمربع على ب، وهو ظا س. وبالتالي
إذا كانت جتا س يساوي ب فإن جا س يساوي تحت الجذر 1 ناقص ب مربع، وظا س يساوي تحت الجذر 1 ناقص ب مربع على ب. أيضا إذا كان ظا س يساوي ب فأوجد جا س وجتا س. إذا كان ظا س يساوي ب فأوجد جا والجتا لس. أيضا نرسم المثلث القائم بحيث يكون الظا هو المقابل على المجاور. عند رسم المثلث نعين الزاوية الحادة س، المقابل على المجاور ب على 1، ب على 1. وبالتالي حسب فيثاغورس مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين القائمتين، وبالتالي الوتر يساوي تحت الجذر التربيعي 1 مربع زائد ب مربع، أي أن طول الوتر يساوي تحت الجذر 1 زائد ب مربع. بالتالي حسب نسب جا وجتا فإن جا س هو المقابل على الوتر، المقابل اللي هو ب والوتر تحت الجذر 1 زائد ب مربع، وبالتالي ب على تحت الجذر التربيعي 1 زائد ب مربع. بينما جتا س هي المجاور على الوتر، المجاور اللي هو 1 والوتر اللي هو تحت الجذر 1 زائد ب مربع، وبالتالي 1 على تحت الجذر 1 زائد ب مربع، أي أن إذا كان ظا س يساوي ب فإن جا س يساوي ب على تحت الجذر 1 زائد ب مربع، وجتا س يساوي 1 على تحت الجذر 1 زائد ب مربع. نأخذ مثال عددي. إذا كانت س زاوية حادة وكانت جا س تساوي 3 على 5، أوجد بطريقة المثلث القائم جتا س وظا س. إذا كانت جا س يساوي 3 على 5 أوجد جتا س وظا س. أيضا نرسم المثلث القائم بحيث يكون جا س هو المقابل على الوتر، أي 3 على 5، وبالتالي حسب فيثاغورس فإن المجاور هو 4، أي جذر تحت الجذر التربيعي ل 5 مربع ناقص 3 مربع اللي هي 4. وبالتالي س زاوية حادة فهي تقع في الربع الأول، أي أن الجا والجتا والظا موجبة، وبالتالي جتا س موجبة وظا س موجبة. بالتالي جتا س المجاور على الوتر ويساوي 4 على 5، بينما الظا هي المقابل على المجاور أي 3 على 4. وبالتالي إذا كانت جا س تساوي 3 على 5 وتقع في الربع الأول أي زاوية حادة، فإن جتا س يساوي 4 على 5 وظا س يساوي 3 على 4، وهو المطلوب في هذا المثال. بينما إذا كانت س زاوية منفرجة وكانت جا س تساوي 3 على 5، أوجد جتا س وظا س. أيضا س زاوية منفرجة، وبالتالي الجا س موجب بينما الجتا س والظا س سالبة، جتا س سالبة والظا س سالبة. وبالتالي حسب مثلث القائم فإن جا س اللي هي المقابل على الوتر أي 3 على 5، فإن المجاور تساوي 4 حسب فيثاغورس، وبالتالي جتا س تساوي ناقص كونها سالبة ناقص المقابل على الوتر ناقص 4 على 5، بينما ظا س تساوي ناقص المقابل على المجاور أي ناقص 3 على 4، أي أن إذا كانت جا س تساوي 3 على 5 وكانت س زاوية منفرجة أو تقع في الربع الثاني، فإن جتا س يساوي ناقص 4 على 5 وظا س يساوي ناقص 3 على 4، وهو المطلوب في هذا المثال. الفقرة الثانية في هذا الدرس تعريف الدالة ص يساوي ج س. كما نعلم أن الدالة ص تساوي ج س ليست خطا مستقيما، وإنما تشكل خط منحني دوري أو جيبي، وبالتالي لا تزداد ص بازدياد س، أي أنها ليست دالة خطية. وبما أنها ليست دالة خطية فإن ج س زائد ع لا تساوي ج س زائد ج ع. وكذلك الدالة ص يساوي ج تتا أو ص يساوي جتا تتا أو الدالة ص يساوي ظا تتا. النسب المثلثية الثلاث ليست دوال خطية بنفس منحى تعريف الدالة ص يساوي ج س.
لأن جا تتا وجتا تتا وظا تتا لا تزداد خطيا كلما تزايدت تتا، وبالتالي فهي ليست دوال خطية. لذلك سوف نقوم بدراسة أو إيجاد النسب المثلثية للصيغ المركبة اللي هي ألف زائد ب وألف ناقص ب، سواء كانت للجا أو للجتا أو للظا. الصيغ المركبة للزوايا أو صيغة الزوايا المركبة. أول صيغة اللي هي جا ألف زائد ب. جا مجموع زاويتين يساوي جا الأولى في جتا الثانية زائد جتا الأولى في جا الثانية، أو جا ألف زائد ب يساوي جا ألف جتا ب زائد جتا ألف جا ب. أما إذا كان الفرق ألف ناقص ب فجا ألف ناقص ب يساوي جا الأولى في جتا الثانية ناقص جتا الأولى في جا الثانية. نفس القوانين، ولكن إذا كانت زائد فهي زائد، إذا كانت ناقص فهي ناقص. أيضا جتا ألف زائد ب. جتا ألف زائد ب أو جتا مجموع زاويتين يساوي جتا الأولى في جتا الثانية ناقص جا الأولى في جا الثانية، أو جتا ألف زائد ب يساوي جتا ألف في جتا ب ناقص جا ألف في جا ب. أيضا إذا كانت ناقص جتا ألف ناقص ب أو طرح زاويتين يساوي جتا ألف جتا ب ناقص تصبح زائد جا ألف جا ب. نلاحظ في الدساتير الأربعة أن إذا كانت المطلوب هو جا المجموع فتعطي الجا تعطي جا جتا جتا جا، جا تعطي جا جتا جتا جا، بينما إذا كان المطلوب جتا فتعطي جتا جتا جا جا جتا 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 جا جا لسهولة الحفظ. أيضا إذا كانت جا المجموع فتبقى مجموع، جا الناقص تبقى ناقص، بينما في الجتا إذا كان المطلوب مجموع فهي تعطي ناقص العكس، إما إذا كانت جتا ناقص فهي تعطي الزائد، أي أن إذا كان جا مجموع فهي جا جتا مجموع جتا جا، جا الفرق هو جا جتا ناقص جتا جا، بينما جتا المجموع تعطي جتا جتا الفرق جا جا العكس، بينما جتا الفرق يعطي جا جتا جا جتا تعطي جتا جتا مجموع جا جا العكس. بينما ظا ألف زائد ب. ظا ألف زائد ب هو ظا ألف زائد ظا ب على واحد ناقص ظا ألف ظا ب. نلاحظ في البسط نفس الإشارة، بينما في المقام عكس الإشارة، واحد ناقص ظا ألف ظا ب. كذلك ظا ألف ناقص ب اللي هي ظا ألف ناقص ظا ب نفس الإشارة على واحد زائد ظا ألف ظا ب عكس الإشارة. في البسط نفس الإشارة، في المقام عكس الإشارة لسهولة الحفظ. وبالتالي نعيد ظا ألف زائد ب اللي هو ظا ألف زائد ظا ب على واحد ناقص ظا ألف في ظا ب، بينما ظا ألف ناقص ب تساوي ظا ألف ناقص ظا ب على واحد زائد ظا ألف في ظا ب. نتمنى أن تكونوا قد حفظتم هذه الدساتير أو صيغ الزوايا المركبة لكثرة استخدامها في هذا الفصل. أعزائي الطلاب، بهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. نأمل من الله أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.